العودة بنتيجة إيجابية على طريق مونديال البرازيل. هشام سعدودي. سويعات قليلة تفصلنا عن موقعة الجولة الثانية للتصفية المؤهلة إلى كوبا كابانا. الورشة مستمرة في أشغالها وعمل كبير تقوم به المجموعة بقيادة البوزني حاليلوزيتش الذي أبان عن حنكة كبيرة في التعامل مع كل الظروف من تأخر بدني وإصابة كثيرة وعامل نفسي، خاصة بعد الفوز العريض على رواندا في الجولة الأولى من أجل تفادي فخ الغرور. فبعد يومين راحة استأنف رفقاء العائد بوغرة أجواء التدريبات، ولكن بغياب جديورا الذي لم تتضح بعد الصورة بشأن مشاركته من عدمها من خلال التدريبات على ملعب البوليدة ومركز سيدي موسى. رحلة مواصلة مشوار المونديال ستبدأ بالسفرية غدا إلى العاصمة البوركينابية وغادوغو في رحلة خاصة. وحسب ظهيد لا الظروف المناخية ولا نجوم مالي ولا أي شيء سيقف في وجه المنتخب المندفع نحو الفوز وصاحب إرادة كبيرة للتألق في مباراة على ملعب محايد ويديرها حكم من بين أحسن الحكام إفريقيا الجنوب إفريقي دانيال بينات. المجموعة جاهزة والحلول كثيرة ومتوفرة بعد عودة كل المصابين، والتوقع صعب بشأن التشكيلة الأساسية والخطة التكتيكية مع حليل الكتوم، ولكن تفاؤل كبير يحذو المنتخب ومناصريه من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة. والجميع يترقب ويساند. لطالما